الناخب الوطني وليد الركراكي يكشف عن لائحته النهائية المستدعاة للمشاركة في مواجهتي الغابون وليسوتو ضمن التصفيات المؤهلة لكان المغرب 2025. الفيفا يعلن عن قواعد جديدة سيتم تطبيقها في كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة ممثل الكرة المغربية الوداد الرياضي. فريق برشلونة يتغلب على مضيفه ريد ستارز الصربي بنتيجة 5-2 ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقات دوري أبطال أوروبا. وأتلتيكو مدريد يخطف انتصارا قاتلا أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة أيضا. الفرنسي تشاوميني سيغيب نحو الشهر عن الملاعب بعد إعلان ريال مدريد الإسباني تعرضه لالتواء في الكاحل. والكازاخية ريباكينا تودع البطولة الختامية للتنس في الرياض بانتصار معنوي على المصنفة الأولى عالميا البيلاروسية أرينا سابارينكا ب2-1.